فريد بجاوي في قائمة المطلوبين لدى الانتربول، ووزارة العدل الأمريكية تطلب معلومات من سايبم بشأن سير التحقيقات. مشاورات مكثفة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ولويزا حنون تتهم التنسيقية بالسعي إلى الفوضى وتقاسم السلطة. إضراب مفتوح لعمال مركب إنتاج الحليب كوليتال بوحدة جيبلي في بير خادم. وفي النشرة أيضا، أولاند يهنئ بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية رابعة. أدرجت الشرطة الدولية الانتربول فريد بجاوي أحد المتهمين في فضيحة سوناتراك 2 في قائمة المطلوبين دوليا بتهمة تكوين جمعية أشرار متورطة في الفساد. وقد أدرج اسم فريد بجاوي المقرب من وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أدرج على لائحة بناء على مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الإيطالي وليس عن القضاء الجزائري. وجاء طلب توقيف فريد بجاوي وهو نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي بناء على المذكرة الصادرة من محكمة ميلانو في 28 من جويليا من السنة الماضية. كما طلب القضاء الإيطالي في نفس المذكرة من سلطات سنغافورة وهونغ كونغ تجميد أصول لفريد بجاوي بقيمة 123 مليون دولار بعد تورطه في قضايا متعلقة بالرشوة والفساد الدولي في عقود الشركة الإيطالية سايبم وشركة سوناتراك، حيث كان بجاوي وسيطا بين مسؤولي الشركتين حتى يحصل الطرف الإيطالي على عقود في الجزائر نظير دفع رشاوى. وكانت صحيفة لابارس الكندية قد كشفت جزءا من حياة فريد بجاوي الذي لم يتعدى 44 سنة، والحاصل على الجنسيتين الفرنسية والكندية علاوة على الجنسية الجزائرية، إذ يمتلك بجاوي شقة فخمة في شارع فوش الراقي في باريس مساحتها 300 متر مربع، سعر المتر المربع فيها 15,000 أورو، لكنه يقضي معظم وقته في إمارة دبي في فيلا يملكها مساحتها 3000 متر مربع غير بعيد عن مقر شركته الاستثمارية رايان أسيت مانجمنت التي أسسها عام 2000، وبدأت التعامل مع سوناتراك عام 2003، بالإضافة إلى الشركة الأخرى التي يملكها الملياردير OGIC المختصة في مشاريع النفط والغاز، والتي صارت الوسيط بين سوناتراك والشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على الحصول على مشاريع ضخمة في الجزائر. وفي تطور هو الأول من نوعه في فضيحة سوناتراك 2، طلبت وزارة العدل الأمريكية من سايبم تقديم معلومات متعلقة بسير التحقيقات في شبهات فساد في نشاطها في الجزائر، تتمثل في قيام الشركة الإيطالية بتقديم رشاوى إلى مسؤولين كبار في قطاع الطاقة الجزائرية، من بينهم الوزير الأسبق شكيب خليل، للحصول على مشاريع فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا التطور مرحلة حاسمة في القضية، كونها وصلت لأول مرة أمام العدالة في أمريكا، البلد الذي يعيش فيه المتهم الأول في الفضيحة شكيب خليل، خصوصا مع الصعوبات الكبيرة المعروفة في النظام القضائي الأمريكي إزاء ترحيل الأشخاص المقيمين على أراضي الولايات المتحدة بشكل شرعي. يذكر أن شكيب خليل لا يزال غير مدرج في قوائم المطلوبين لدى الانتربول، حيث يثار جدل حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من طرف قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إذ اعتبر خليل مواطنا عاديا وليس وزيرا سابقا متهما بارتكاب جرائم فساد، مما يجعل مجلس قضاء الجزائر لا يملك صلاحية إصدار مذكرة توقيف. وفي الردود الشعبية، استغرب كثيرون صدور مذكرة البحث والتوقيف عن القضاء الإيطالي عوض القضاء الجزائري، رغم أن قضية الفساد مرتبطة بأموال عمومية جزائرية، بينما سخر بعض المدونين من نزاهة القضاء في الجزائر بالقول أن ليس لديه الوقت لملاحقة سارق، لأنه منشغل جدا بقضية أهم، هي الشاب الذي نشر فيديو قمع الشرطة للطلبة المتظاهرين في تيزي وزو. ينتظر أن تجتمع غدا تنسيقيات الحريات والانتقال الديمقراطي مع المترشح الرئاسي السابق علي بن فليس في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها مع شخصيات وطنية تحضيرا لندوة الانتقال الديمقراطي التي تعتزم تنظيمها قريبا.
بعد أن اجتمعت التنسيقية أول أمس بممثلين عن الأحزاب الخمسة التي تتشكل منها التنسيقية، إضافة إلى المترشح الرئاسي السابق أحمد بن بيتور والمحامي والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور. من جانبه قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أمس أن السلطة ستعمل جاهدة على عرقلة مسعى مبادرة الانتقال الديمقراطي. وأردف جاب الله في لقاء نشطه بمقر الحزب أن مبادرة الانتقال الديمقراطي ترتكز على أرضية مشتركة هي ضمان الحريات والتوازن بين صلاحيات مؤسسات الدولة، وتمكين الغرفة السفلى للبرلمان من صلاحية ممارسة الرقابة على الحكومة، وكذا جعل بيان أول نوفمبر هو المرجعية، معلنا أن الندوة الوطنية التي ستعقدها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي ستتناول أهم المسائل التي تعتبر حسب رأيه بمثابة الأرضية المشتركة التي تهم الجميع، معتقدا أن المترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس لديه الاستعداد للالتحاق بالمبادرة والمشاركة في الندوة التي ستعقد يومي 17 و18 مايو المقبل. جاب الله اعتبر أن الجزائر فشلت قبل ربع قرن في تحقيق الانتقال الديمقراطي السليم والصحيح، ولم يستبعد المتحدث أن يخضع أعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى المساومة من خلال محاولة السلطة كعادتها عرض حقائب وزارية على بعض قياديها وإطاراتها. ووصف رئيس جبهة التغيير ما سيحمله الدستور المقبل من تغييرات تعديلات جزئية بدعوى أن السلطة لا تفكر في إعطاء مكانة للمعارضة ورد الاعتبار لها. من جهته طلب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش من المقاطعين للانتخابات الرئاسية العمل في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مؤسسات الجمهورية، لا سيما مؤسسة الجيش التي قال إنها الضمان الحقيقي من أجل التأسيس لمرحلة الانتقالية. وأبدى حمروش استعداده لدعم التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي. إلى ذلك اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون كعادتها الأحزاب والشخصيات التي تطالب بعقد ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي بالبحث عن الفوضى والسعي إلى تقاسم السلطة، مشيرة إلى أن مسعاهم بمثابة انقلاب أبيض. وقالت لويزا حنون إلى الانتقال الديمقراطي الذي يطالبون به لا يطلب لما تكون هناك انتخابات ناجحة وفي ظروف عادية على حد قولها. واستمرت لويزا في الترويج لنظرية المؤامرة والأيادي الأجنبية، معتبرة هذا الحديث متجانسا وتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما سنة 2012 الذي تحدث عن ضرورة توجه دول المشرق والمغرب العربية إلى مراحل انتقالية. وشددت زعيمة حزب العمال على أن المرحلة الانتقالية هي بمثابة مصادرة للإرادة الشعبية، في إشارة ضمنية إلى ما وصفته بسيرورة الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة، رغم رفع مرشحين ومعارضين اتهامات ضد النظام بتزوير نتائج الانتخابات لصالح مرشح السلطة. دخل عمال مركب إنتاج الحليب كوليتال وحدة جيبلي ببن خادم منذ الخميس إضرابا مفتوحا للمطالبة برفع الأجور وتعيين مسيرين جدد لإنقاذ الوحدة، واتهم العمال المدير الجديد للمركب بتقديم الوعود الكاذبة والمناورة لتعطيل حقوقهم. وأضاف العمال أن المجمع لجأ للاستعانة بإنتاج الحليب من وحدة لولاني بعين الدفلة لكسر إضراب وحدة جيبلي بالعاصمة رغم المصاريف الكبيرة التي تكبدتها الدولة من أجل تزويد العاصمة بالحليب بتكلفة تقارب 120 دينار للتر الواحد عوض تلبية مطالبهم. وأكد عمال وحدة جيبلي أن إضرابهم مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، أولها معادلة الأجور وفقا للاتفاقية الجماعية وتسوية التصنيف المهني للعمال، ومراجعة معدل وكيفية توزيع المنح لأداء الجماعي والأداء الفردي للعمال. كما شدد العمال على ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب درجات التقدم الوظيفي. تلقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند هنأه فيها على إعادة انتخابه خلال اقتراع 17 أبريل. وقد أشاد الرئيس الفرنسي في مكالمته بما وصفها علاقات التعاون الجيدة التي تربط الجزائر وفرنسا.
وأعرب أولاند عن استعداده للعمل مع بوتفليقة على تعزيز هذا التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين. وكانت فرنسا قد أعربت غداة الاختراع في بيان وقعه الرئيس الفرنسي عن إرادتها في مواصلة العمل مع السلطات والشعب الجزائريين على تعميق العلاقات الثنائية خدمة لمصالح البلدين. وأعرب الرئيس الفرنسي للرئيس بوتفليقة عن تمنياته له بنجاح أثناء أداء مهامه التي وصفها بالنبيلة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. ويعتبر محللون رسالة تهنئة تزكية علنية فرنسية لنظام يحفظ المصالح الغربية في الجزائر، وتجاهلا لاتهامات طالت الحكومة بالتزوير لصالح الرئيس بوتفليقة كمظهر من مظاهر التبعية والولاء، حتى وإن تعارض ذلك مع أسس الديمقراطية التي يروج لها الغرب.